عايز اقول بس حاجه صغيره قبل ما الوقت ياخدنا، ان وجود عادل امام هنا في هذا البرنامج وفي هذا اليوم بالنسبه لنا نوع من الاخلاص الشديد بعد عمر احنا صحاب من زمان، وبعدين من 20 سنه بالظبط او من 18 سنه يا زعيم افتكرناها امبارح 18 سنه نفس الموقف ده اتكرر معايا بصوره انسانيه. كان برنامج بقى معناه بدايه حياتي في الفلوس وفي الدخل، فعادل امام واقف جنبي من 18 سنه وقال لي انا مسافر بكره الساعه 5 الصبح، لو جيت لي 5 الصبح المطار هصوره. ولما صورت البرنامج ده اتغيرت حياتي كلها. حلقه عادل امام كان ب 50% من البرنامج كله، هو عارف الموضوع ده. انا بشكرك باثر رجعي. اولا انا ما كنتش عايز اصور معاك ولا اي حاجه، انت طلعت لي زي الفخ. انا ماشي على الباب بتاع المطار لقيت ده راح طالع لي بالميكروفونات ولقيت ناس بتصور، رعبني. وخلاص قدام الامر الواقع. بس عملنا حديث كان جميل ربنا الحقيقه، يخليك. كان ممتع يعني. وانا فرحان لا ان انا عايز انت اشكر رمسيس كمان. ثانيه انا لما رحت اسيوط في الرحله الشهيره اللي انا رحتها دي، كان يعني تحديا للجماعات الارهاب المتطرفين والناس اللي بتضرب حاجات زي كده. لقيت ده جاب بنتين والاثنين ومستنيني على محطه الجيزه وجايب لي ورد. وانا ما انساش لما حط لي الورد على رقبتي. وبس ما انساش ليه بقى، لان الورد كان شوك وكان مشوقني جدا. فالحقيقه انا بشكر رمسيس ربنا يعني يخليك. على تمر مواقفه. الايام وتحضر فرح مريان. ما شاء كنت الله. انت ضيف الشرف ما بتاع شاء الله. الفرح. ما شاء الله. وسعادتك بيه ولادي يعني لا يمكن، دي كفايه. ميرسي جدا. ربنا يحفظك.